أنا اسمي نسمة حلمي حسن من مدرسة العريش الثانوية الزراعية. أنا طبعا في الأول بدأت ب3 إناث و1 ذكر، اللي هي الأرنبة دي الفلندر، نوعها فلندر والأرنبة دي كاليفورنيا، وده ذكر فورمالين، ودي النيوزيلندي. بنصح طبعا اي حد عايز يعمل مشروع لازم يعمل 3 حاجات. اول حاجه النظافه، لازم يهتم بنظافتهم، كل يوم يطلع ينظف لهم يعني مكان يعني لو في العلف، يعني مثلا العلف في حاجه مش نظيفه يشيلها، لازم النظافه. تاني حاجه التحصينات، لازم يحصن ويعني ما يهتم بالتحصينات، حتى لما تكون الارنبه عشار لازم يحصنها. اهم حاجه التحصينات، بيحصنها ضد 3 حاجات، اللي هو الكوكسيديا بتحصنها كل 15 يوم، والجرب بتحصن كل 15 يوم، والتسمم الدموي كل سنه. يعني اهم حاجه التحصينات. اهم حاجه التحصينات. تالت حاجه بقى اهم حاجه التهويه المناسبه، يعني يبقى التهويه مناسبه، حتى لو كان في صيف يركب مروحه اي حاجه، يعني تدي تهويه للارانب. يبقى اكبر من كده، اوسع المشروع يبقى مشروع كبير. بجد انا بشكر هيئة المعونة الامريكية، مشروع الصادرات، هيئة مشروع الصادرات والدخل الريفي، تنمية مشروع الصادرات والدخل الريفي، وبتمنى ان هم يفضلوا معايا على طول، يعني يفضلوا ورايا. بشكر الدكتور محمد سامي طبعا، والاستاذة شيماء البنا، والاستاذ جورج، وطبعا